السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية. جالي فيدباك كويس جدا عن الحلقة اللي فاتت، فده حمسني أعمل الحلقة التانية على طول. الفيديو اللي فات اتكلمنا سريعا عن إيه هو الإكستريم بروجرامينج وإيه الأسباب اللي دفعت كانت بيك إن هو يطبق الممارسات أو البراكتسز بتاعت الإكستريم بروجرامينج اللي سماها إكستريم بروجرامينج، وليه أصلا سماها إكستريم بروجرامينج. لو ما شفتش الحلقة اللي فاتت ارجع شوف الحلقة اللي فاتت وبعدين تعالى تاني. النهاردة بقى خلينا نغوص في أعماق فلسفة الاكستريم بروجرامينج ونشوف الراجل ده كان بيفكر ازاي. كانت بيك قسم المنهجيه بتاعت الاكستريم بروجرامينج لثلاث حاجات: values, principles و practices. هتلاحظ ان مضمون الحلقه اللي فاتت كله كان بيتكلم عن الممارسات او البراكتسز. طب ايه بقى قصه الفاليوز او القيم؟ كانت بيك بدا يتكلم عن حاجه انا بحبها جدا جدا وبتفرق معايا في التعامل مع الناس. كان بيقول ان الممارسات او البراكتسز اللي اي حد بيعملها هي ردة فعل لفاليوز معينه هو بيتبناها او قيم معينه هو بيتبناها، اما عن قصد او حتى بدون قصد. هو متشرب القيم دي وبالتالي متفاعل معاها، وبالتالي الافعال بتاعته او البراكتسز او الممارسات بتاعته كلها نابعه من القيم اللي عنده. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مثال صغير: لما مثلا المبرمج يقول انا مش بحب الاستيميشن، مش عايز اعمل استيميشن، الشخص ده مش بيتكلم عن تكنيك، هو غالبا مش بيتكلم عن التكنيك بتاع ان هو يعمل استيميشن للشغل بتاعه. هو بالفعل بيعمل استيميشن، بس هو بيتكلم عن هو مش عايز يصرح عن الاستيميشن اللي هو بيفكر فيه. ممكن يكون بسبب خوف ان هو يدي نقطة لمديره يستخدمها ضده بعدين، انت اديت استيميشن وما عملتش كوميتمنت، ما عرفتش تسلم. فرفضه للتصريح عن الاستيميشن ممكن يكون بيدل على شيء اعمق بكتير عن البيئة اللي هو شغال فيها. ممكن يكون مش عايز يدي استيميشن عشان هو دايما بيبقى ملام بصورة ممكن تكون غير عادلة، وفي الحالة دي المبرمج في الحقيقة بيفاليو او بيقدر حاجة اكتر من الكوميونيكيشن، وهي البروتكشن. هو بيحمي نفسه، وبالتالي الفاليوز او القيم دي هي المعايير الاكبر اللي بالنسبة لنا بنقدر نحكم بيها على الاشياء او نتعامل معاها او بنعملها بناء عليها. طيب جميل، ايه بقى الهرج ده كله؟ ايه علاقته بالاكستريم بروجرامينج وانت عايز مني ايه؟ اتقل على جاي لك، بس خلينا نكمل. كانت بيك بيقول كمان ان القيم دي المفروض تكون explicit، صريحه متفق عليها وعارفينها وكاتبينها. وهتلاقي حتى عشان كده شركات كتيره بتكتب تقول لك والله our values 1 2 3. كانت بيك بيقول عشان الممارسات دي ما تحولش لشيء روتيني، روت، يعني حاجه بنعملها for the sake of the practice، يعني بنعملها بس عشان البراكتس لحد ذاته. يعني مثلا البير بروجرامينج انا بعمله عشان والله مكتوب في الاكس بي ان البير بروجرامينج واحده من البراكتسز فانا بعملها. او واحد تاني بيقول لك احنا بنعمل ستاند اب كل يوم وبالتالي احنا بنعمل اجايل، يعني هو بيعمل ستاند اب عشان شايف ان دي واحده من الاجايل واحده من الاجايل اكتيفيتيز. كانت بيك كمان بيقول لما بسمع ديفلوبر او مبرمج بيحاول يخفي ديفكت او بج حصلت على البرودكشن، انا بسمع فشل في القيمة او في القيم، مش فشل في التكنيك. هو اكيد الباج او الديفكت هو فشل في تكنيك معين، ولكن خوفه من التصريح بالديفكت او الباج دي دليل على ان هو بيفاليو حاجة تانية اكتر من التعلم والتحسين. ازاي اقدر اتعلم من اللي حصل وازاي اقدر اتجنبه في المرات اللي جاية وهكذا. وده دايما موجود في البيئات اللي هي بيسموها بليمينج انفايرمنت، اللي هو البيئه كلها بتلوم اي حد بيعمل اي مشكله. بيقول اول حاجه، اول سؤال بيتسال هو مين اللي عمل المشكله دي، ونبدا نشوف اول حاجه مين اللي عمل المشكله دي عشان نشيلها لحد، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وده مش كويس لا للمبرمج ولا للسيستم او البرنامج ولا للشركه نفسها. لو المبرمج فعلا او الشركه بتقدر الفاليو بتاعت الليرنينجز والسيلف امبروفمنتس، يبقى اول حاجه هيفكروا فيها اولا مش هيخفي البج او الديفكت، بالعكس هيكتب روت كوز اناليسيز دوكيمنت ويشوف المشكله كانت فين ويحاول يتعلم منها. طبعا اللي مش عارف يعني ايه روت كوز اناليسيز او مش بيعمله، يعني يفضل تشوفه لان هو مهم جدا. باختصار هو تحليل للمشكله اللي حصلت ونحاول نوصل للروت كوز للمشكله دي. هل هي مشكله في البروسيس، هل مشكله في التست، هل مشكله في طريقه الشغل، عشان نشوف الليرنينجز ازاي نقدر نتجنب المشكله دي في المستقبل وازاي نتعلم منها. لو عملنا كده يبقى فعلا المبرمج والشركه بيقدروا قيمه الليرنينجز والسيلف امبروفمنتس اكتر من البليمينج كلتشر، مين عمل كده وتعالى نشيلها لحد. وفي المثال ده القيمه ادت هدف للممارسه. الروت كوز اناليسيس مش بيعمله بس عشان واحده من البروسيس ان احنا بنعمل روت كوز اناليسيس، لا، هي في قيمه معينه وهي الليرنينجز والامبروفمنتس. من ناحيه تانية كانت بيك كان بيقول ان الممارسه دليل على قيم معينه عندك. فمثلا لو انا بقول انا كتبت امبارح 1000 صفحه دوكيومنتيشن عشان اي فاليو الكوميونيكيشن، لو ربع ساعه ميتنج كل يوم هيأدي الغرض اكتر من ال1000 صفحه اللي انا قعدت اكتبهم،
يبقى اللي انا كنت بعمله مش دليل ولا بيظهر ان انا فعلا بفاليو الكوميونيكيشن. ان انا كوميونيكيت باكتر طريقه فعاله، ده الدليل الوحيد على ان انا الكوميونيكيشن واحده من القيم اللي انا بتبناها. دي كانت مقدمه سريعه عن الفاليوز باختصار شديد جدا. الفاليوز دي هي المعيار اللي احنا على اساسه طبقنا او بدأنا نتبنى شوية ممارسات اللي هي الاكس بي practices. وبرضو ده معناها ان الاكس بي البراكتسز دي اللي انا بتبناها هي بتحقق او فعالة لقيم معينة انا بتبناها. والمهم جدا في المعادلة دي ان لو عندي ممارسة معينة، براكتس معين، اكتشفت ان في براكتس تاني فعال اكتر منه، مور افكتيف لفاليو من الفاليوز اللي انا بتبناها، يبقى عادي جدا انا هسيب البراكتس ده وهعمل براكتس احسن منه. وده اللي حصل اكشلي في موضوع البير بروجرامينج. يعني هو كانت بيك كان بيتكلم عن البير بروجرامينج، ولكن الكوميونتي بتاعت الاكس بي هي تبنت الموب بروجرامينج. هي قالت والله لا، احنا اتنين بس بيشتغلوا، لا ما ينفعش، احنا هناخد اكتر الاكستريم، لان فعلا الموب بروجرامينج بيديني فاليو اكبر من البير بروجرامينج. كانت بيك بيقول ان احنا عندنا 5 فاليوز في الاكستريم بروجرامينج. عندنا الكوميونيكيشن، السمبلسيتي، الفيدباك، الكارج، الريسبكت. ان شاء الله مرة نتكلم فيهم عن ال5 فاليوز دولت، وبعدين نبقى نتكلم عن قصة البرنسبلز، وبعد كده نخش عن البراكتسز. وبس كده. لو عجبك الفيديو شير، سبسكرايب، لايك، والحاجات اللي الناس بتقولها دي. ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.